أبو سعيد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا الجليل. ارفع صوتك بارك الله فيك. شيخنا الجليل، أحب أن ألفت انتباهك لحاجة حصلت في حلقة قبل السابقة. حاضر، الله يجزيك خير. تفضل. في واحد من الشيعة من العراق اتصل بكم. نعم. وطرح عليك أول سؤال وثاني سؤال وثالث سؤال وكلها الأسئلة شبهات. حاضر. فأنت بعد قليل قلت له بنجاوب عليه في الحلقة القادمة لأنه ليس لدينا وقت. حاضر. المفروض يا شيخنا الجليل أن لا تعطيه فرصة يقول السؤال الثاني إلا بعد أن تجاوب على السؤال الأول. حاضر. وجزاك الله خير. آمين، جزاك الله كل خير وشكر الله لك، وجيد أنك ذكرتني بهذا وأجيب على أسئلتي في المرة الماضية. وهو الأخ أبو زيد من العراق لما اتصل قال كيف لا يكون قتال معاوية الخيار الأفضل، ومعاوية واحنا أجبنا على هذا السؤال كثيرا وتكرارا. النبي نفسه هو الذي ذم القتال وأثنى على الصلح، والسؤال هذا بإمكانك أنك توجهه إلى الإمام السبط الكريم أحسن أولاد علي وأفضلهم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن. لو كان قتال معاوية هو الأفضل لماذا تركه الحسن؟ فواحدة من اثنتين، إما الحسن مخطئ أو مصيب فيما فعل، فبإمكانك أنك توجه السؤال هذا إلى الحسن. فنفترض جدلا أن علي فعل الأصوب والأفضل، لماذا تركه الحسن؟ ولماذا تركه الحسين في زمن الحسن ووافق الحسن على الصلح ولم يخالف معاوية ولم يخرج عليه ولم يقاتله ما بقي معاوية؟ لكن لما تولى يزيد عرفتم ماذا فعل الحسين. إذن الحسين رضي بإمرة معاوية ورضي بالصلح من معاوية وبايع معاوية ولم يخالف معاوية. هذا الحسين نفسه رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء ومعه الحسن. فإذا كان عليا